السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايب قلب التوينز في كل مكان وفي كل زمان، أهلا وسهلا بكم. عودة بعد غياب تقريبا أقل من شهر، والله بيبقى غصب عننا. بس كان في توقف دولي. يعني احنا برضو لينا حجتنا. احنا كل ما نرجع على كارثة. تمام. فيديو عشوائي، فيديو بعنوان المدرب الأجنبي يجي بكرة، مستنين إيه بعد تعادل إنبي؟ يا لعيبه عالة ما فيهاش رجاله، دي بتتقال على بعض. مدرب يجي بكره مستنيين ايه؟ يا شويه عالة يا اللي ما فيكمش راجل. مركز ال 15. فده فيديو عشوائي هنتكلم فيه عن اللعيبه، هنتكلم فيه عن الاداره. مش هنجيب سيره كابتن محمود الخطيب، ربنا يشفيه، عنده ورم حميد، ربنا يشفيه. الراجل ده بريء منكم يا لعيبه، ما فيهاش وكاله. ليه؟ لان اجتمع معاكم في التتش واتكلم. تعال نتكلم على اللعيبه على طول، يلا نخش على طول. تمام. كابتن محمود الخطيب عمل اجتماع في مختار التتش، وكله شاف الاجتماع وشاف الفيديو، وقال جمله شهيره: انتوا واقفين في استاد التتش، الكوره مش نجوم، الكوره مش اسماء، الكوره رجوله في الملعب. لكن مفيش ولا لاعب احترم الكلام، مستوى ولا اي حاجه. تحس كابتن محمود كان بيتكلم، والله العظيم ما كانش بيتكلم عربي، ولا في رجوله ولا في حاجه بتدل ان الراجل ده نزل واتكلم معاكم. انتوا عارفين يعني ايه كابتن محمود الخطيب يجي ينزل يتكلم معاكم؟ عارفين يعني ايه؟ مفيش ما عملوش حساب بجنيه. هو حاسس ان في كارثه هتحصل، كان حاسس، الراجل كان حاسس في مصيبه سوداء. مفيش اي تحمل مسؤوليه على المستوى الهجومي. بنشوف قرارات غريبه، قرارات في منتهى الانانيه. اللي المفروض يباصي بيشوط، واللي المفروض بيشوط بيباصي، واللي المفروض يدافع بيهاجم، والمفروض بيهاجم بيدافع. تريزيجيه يسجل هدف ويعمل الجمهور هش اللي عمل اسمه، والجمهور اللي قال له ارجع، وعشان بننتقدك. طب ما بننتقدك عشان انت ما فيش كوره. استنى بس بالله عليك. هو عمل هش، واحد هيطلع لابس بدله حلو ودبلوماسي جدا، والديمقراطيه بتنزل بتشر من عينه، يقول لك ايه يا جدعان؟ الراجل ده عمل هش عشان في مصدر مقرب من تريزيجيه طلع قال لمصدر مقرب ليه ان هو في حد شتمه بالام من الجمهور عشان في كوره كان المفروض يشوط فيها ما شاطش، ففي حد شتمه بالام وتريزيجيه سمع الشتيمه، فتريزيجيه بيعمل له هش. يا جدعان ابوس ايديكم، واحنا لسه بنشجع كوره امبارح. في حاجه اسمها كابتن النادي الاهلي او كابتن من كباتن الاهلي، هو كل واحد يتشتم بالام يعمل هش؟ يا عم اصلا ما تشتمش، ما فيش شتيمه يا ابني ما فيش حاجه اسمها كده، انا عارف ان ما فيش حاجه اسمها كده. هو انت بترد على الناس اللي بتنتقدك بهش. على كده بقى الاساطير بقى اللي كانوا بيضيعوا كوره واتنين. ابو تريكه ده طلع مره في لقاء قال لك ان في بطوله معينه، طلع مع بركات قال لك ان في بطوله معينه انا كنت اسوأ لاعب في البطوله وندمان، والناس اللي بيقول الناس اللي بتنتقدني عندها حق. عارف يعني ايه ابو تريكه يبقى اسوأ لاعب في بطوله؟ يعني حتى اللعيبه ما عملوش حتى ايه قيمه ولا خاطر للجمهور. تمام. فاحنا مش بنشوف قرارات، احنا مش بنشوف لعب، مش بنشوف اداء فردي، مش بنشوف اداء جماعي، مش بنشوف اي حاجه. تمام. مفيش جمل، مفيش لاعب يعرف يشيل الفرقه دي، مفيش كوره، مفيش غير امام عاشور. تمام. والراجل راجع من اصابه طويله، عايزه يعمل ايه؟ مفيش لاعب شايفين منه ابتكار. انا ليه احنا مش شايفين ابتكار؟ ليه مش شايفين الفلاتات؟ ليه مش شايفين حلويات وتصرف؟ احنا ليه مش عارفين نكسب يا جدعان؟ في ايه طيب؟ ايه اللي ماذا ينقص؟ والله انا هو ده فيديو عشوائي بحت. ماذا ينقص النادي الاهلي لربح او فوز المباريات؟ فلوس، لعيبه بتاخد، لعيبه احسن لعيبه في افريقيا موجوده، مدرب مشيناه، جبنا مدرب مصري، لا والنبي كوخه، مدرب مصري كوخه، عايزين مدرب اجنبي، هنجيب مدرب اجنبي من بكره. طيب وبعدين؟ مدير كوره غيرناه، كابتن محمود الخطيب اللي هو رئيس النادي مش هيترشح الفتره الجايه، ممكن يمشي. فكابتن محمود الخطيب نزل ذات نفسه واتكلم على اللعيبه. ايه اللي ينقصنا عشان نلعب؟ في اسوأ بدايه يا راجل. الجيل ده هل لما يجوا بعد 10 سنين من دلوقتي لعيب مثلا زي مين؟ زي اشرف داري مثلا يا عم، جه بعد 10 سنين قاعد كده، وليكن مثلا راح ايه نادي اندرلخت البرتغالي، وقال لك ايه ده انا كنت من ضمن اسوأ جيل
في تاريخ النادي الاهلي ان هو بدا اسوأ دوري في تاريخ النادي الاهلي. انت فرحان؟ انت كلاعب فرحان لما يتقال عليك ان انت بادئ اسوأ بدايه في تاريخ النادي الاهلي في الدوري؟ ثواني عايز اقول حاجه بس. هو انتوا مش عارفين قيمه البطوله دي؟ اولا انت البطل التاريخي ليها، تمام؟ يعني عايزين الدوري 45 دي حاجه. الحاجه الثانيه الدوري ده اللي بيخليك تلعب في افريقيا. انتوا عايزيننا نلعب كونفدراليه السنه الجايه؟ يعني ايه؟ مش فاهم. انتوا مش عايزيننا نلعب كاس عالم انديه؟ انتوا هتضربوا في 60 داهيه. انتوا مش عارفين قيمه الدوري ده؟ يا ابني المنافس ليك يا ابني بتاعك واخد افريقيا السنه اللي فاتت وانت طالع من نص النهائي. فاهم حاجه؟ استنى بس. احنا هنعمل ايه في افريقيا يا جدعان؟ احنا اذا كان الدوري بيحصل فينا كده، احنا ممكن نخرج من الدور التمهيدي. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله احنا ممكن نخرج من الدور التمهيدي التاني. هنلعب مش عارف فريق من اثيوبيا باين. احنا ممكن نطلع من الدور التمهيدي من المستوى ده. مفيش خالص. ده غير المستوى الدفاعي الكارثي. يعني انا اعرف كده فريق مميز دفاعيا يا مميز هجوميا، انما مفيش ولا جمل هجوميه ولا عارف تمركز دفاعي. ايه ضربه الجزاء دي؟ يخرب بيتك يا ديانج. وايه ده؟ ايه المساحات اللي في الملعب دي؟ انت انبي بيروح عليك ليه؟ انت مش واقف صح ليه؟ ايه الفكر ده؟ معلش يا كابتن عماد، معلش ايه اللي انت مقتنع بيه في تريزيجيه؟ جاب جون 10 على 10 ووش وسكتنا خلاص. اخرس خالص. انت بتتكلم عن تريزيجيه؟ اخرس خالص. كلنا خلصنا يا عم يا كابتن عماد النحاس، ايه اللي احنا ايه اللي انت اتعلمته في الكوره عشان تلاعب ديانج 8؟ بترمي ديانج قدام ليه؟ والله العظيم بمنتهى الامانه، ما هو يا ديانج يا مروان في الملعب بتلعب الاثنين ليه؟ ما انت خسرت حل هجومي. ديانج معصلك رجليه، الراجل ورا اي كره بتجيله ورا بيتصرف فيها 10 على 10 وفنتات وبيحجز بجسمه 10 على 10. يجي يخش قدام بيهنج. ديانج بطيء قدام بيهنج، ما عندوش الحل الفردي. وكمان في حاجه، انت بتخلي ديانج يفقد 90% من قوته. احنا شفناه امبارح، الراجل كل ما الكره تتقطع بيرجع وبيقطع، وبعدين عشان تمديله ادوار هجوميه يروح تاني. ما هو هيلتحم في الدفاع وهيغلط. ما هو دماغه مشتته، بدنه مش كويس، هو مش عارف ياخد نفسه. خلاص الاول رجله مش واقفه كويس. بتلعب تريزيجيه على بن شرقي. مش فاهم حاجه يا كابتن عماد. وايه اللي حلو في محمد شريف يا جدعان عشان يبدا على جراديشار يا جدعان؟ يبدا على جراديشار ليه؟ على الاقل جراديشار عنده حلول بره ال 18. بيعمل ايه محمد شريف غير ان هو مستني الكوره؟ هو مستني الكوره بس. والمره اللي فاتت امبارح بين رمضان يعمل له تشيب باص، يقوم محمد شريف قرار غلط، رجليه سابقه الكوره يقوم شايط الهوا. فين؟ مفيش. اخطاء في اختيار اللعيبه، اخطاء في الجمل الفنيه، اخطاء في التكتيك الدفاعي، اخطاء في التمركز، اخطاء في حارس المرمى. مفيش قائد. اقول ايه؟ اشتم. اخطاء في التعامل مع اللعيبه. معلش سؤال، عندك زيزو كان مصاب من قبل الماتش واحنا ما عندناش معد بدني واحنا على الله كده. فين الدكتور؟ الدكتور فين؟ التشخيص فين؟ فين الناس اللي بتعالج؟ فين الناس؟ فين الفحص الطبي؟ فين التقارير؟ انا مش عارف حاجه. فين التقارير اللي بتقول ان اللاعب ده ما ينفعش يلعب؟ امسك امه كده اقعد هنا. فين مدير الكوره؟ اقعد يابا هنا مش هتلعب. قعدوا دك بيعترض. احلى عقوبه ليك. امام عاشور جايبين له الماتش كان ماسك بطنه ومفروض كان يروح مستشفى، وبعد الماتش راح مستشفى. بتلعبوا ليه طيب؟ نزلته ليه؟ ولو افرض نزل وكان مسك بطنه في الملعب، او افرض نزل راح وقع على كتفه تاني، زيزو بيلعب ليه ما دام هو مصاب؟ انت خسرت مكانه. ربنا يستر على ماتش الزمالك الشوط الثاني. ربنا يرحم ماتش الزمالك. عايزين بس اقول حاجه، خلاص احنا كده مع الحلول بقى. الحلول توقف مستحقات اللعيبه دي، تخصم دي عادي، وتهدد ان انت تفسخ عقود دي عادي، وتقعد دكه. وتقعد دكه. الحاجه الثانيه تدور على المدرب على طول. مفيش، لازم يجي المدرب يبقى ذكر. انت لو جبت مدرب بشخصيه ضعيفه مع اللعيبه دي يبقى احنا ما عملناش اي حاجه. مدرب راجل تمام على طول لازم. ما تفكرش، مفيش وقت خالص. احنا بنروح في 60 داهيه. احنا هنلاعب سيراميكا الماتش الجاي، يعني علي ماهر هيعمل لنا شوربه. علي ماهر كان عايز يجي يمسك لاخر الموسم، او كان عايز مش عايز يمسك مؤقت. حقه، الراجل حقه. انت جايب مدرب عشان تمسكه مؤقت؟ لا يا حبيبي، لا. مسك عماد بقى، ومسك بقى وليد صالح، مسك محمد يوسف، مسك اي حد ما دام انت بتفكر تفكيرك عقيم. ما هو انا اعرف كده، انت هتكمل مصري يبقى تكمل بيه مصري.
انما انت عايز اجنبي علي ماهر بتكلمه ليه؟ بتكلمه ليه؟ والله كان ريته جه، والله كان ريته جه، والله. مش هيقل من نفسه يبقى ده مدرب مؤقت، لازم مدرب اجنبي يا جدعان. المهم احنا عندنا الماتش بتاع سيراميكا يوم الجمعه، تمام؟ عشان ما اطولش عليكم. انت حر، كل واحد فيكم حر. انت عايز تتشتم كل ما الجماهير تشوفك اثر في الملعب، عايز تبقى راجل والناس تسقف لك، اعمل بلقمة عيشك واكسب بس. انت حر، كل واحد في الجيل ده بيختار اللي على مقاسه واحنا حرين. انت حر واحنا حرين. ما هو انت مش هتفضل تلعب بالسوق والقرف ده في الملعب وتضيع علينا دوري واحنا كجماهير المفروض نسقف لك. لا يا صاحبي انسى، هتاخد مع لذة وطاب، فانت براحتك براحتك. اتمنى بس الجمعه يعدي ونسمع بقى خلاص مفاوضات بقى جاده مع مدرب على طول كده، على طول. هنخش تاني في دوامه المدربين والسيفيهات وشغلانه ما يعلم بقى الا ربنا. طب انت بتمشي ليه المدرب اصلا ما نعمش في المدرب؟ وده ذنب علي معلول صانع الالعاب الاول للفريق كل السنين اللي فاتت. مع حط جنبه اي اسم تاني. ليه شخصيتك ضعيفه؟ مشيت المهاجم بتاعك ليه؟ عشان خاطر الفلوس؟ خدنا فلوس بعدين هنخسر بطولات. الراجل الوحيد اللي بيجيب لك اجوان قدام، محدش بيجيب اجوان زيك. الراجل الوحيد اللي بيصنع لك علي معلول. انت مشيته ده احنا عندنا عقم، ده احنا بنلعب كوره باك شمال. يا نهار اسود، مفيش خالص، محدش عارف يسد في المركز النجس ده. الواد مشي معاه المركز كله. جبت محمد شكري تعبان مله، كوكا مش عارف يلعب كوره، كريم فؤاد مش باك. هتجيب مدافع يا ابني، هتلعب مين؟ لا ده الموضوع بايظ خالص. احنا طول الاسبوع بقى يا جدعان بعد كل ماتش هنمسك كده حلقه عشوائيه، الحلقه العشوائيه الاسبوعيه، والله اسمها الحلقه العشوائيه. هنطلع ندب في اي حد. هنعمل لكم ان شاء الله بكره باذن الله عن فيشر، مدرب الاسم الوحيد المرشح بقوه يعني، والحمد لله جاله عرض من بروسيا، الحمد لله. فربنا يستر بقى يعني. احنا على طول اسم بنفوض يجي عرض من فريق تاني، يوم هو متاخد يوم احنا متاخدين، كله متاخد. لو هنجيب واحد بقى مش موجود على الخريطه نمسكه تاني. نلاقي على طول فريق مثلا زي مازيمبي تم فسخ التعاقد مع مدرب مازيمبي، تجيبه على طول هنا يجي تجربه. شكرا لكل الناس اللي اتفرجت علينا. استنوا ان شاء الله مننا فيديوهات الفتره الجايه. النادي الاهلي يفضل فوق الجميع، ورقم واحد رقم انفع اي حد. وبرده خليك برده مؤمن ان كله بيعيش الوهم والاهلي بطل الدوري، ونشوف برده مين نفسه طويل للاخر. نشوف. السلام عليكم.